كم مرة فكرت تعمل دايت في حياتك؟ يعني التزمت بأكل وشرب صحي. طيب فكرت بقى تعمل دايت عن الناس السلبية في حياتك؟ الناس المستفزة، الناس المحبطة، الناس السوداوية. طيب حاولت تعمل دايت عن النقاشات التافهة اللي ملهاش أي داعي؟ فكرة الدايت المنتشرة بين الناس كلها مرتبطة بهناكل ايه وهنشرب ايه، مع انه في رأيي الشخصي الدايت اهم بكتير من كده. في عندك مثلا انت بتسمع ايه، انت بتشوف ايه، بتتعامل مع مين، بتروح فين، بتصاحب مين، ايه الافكار السلبية اللي بتتعرض لها طول الوقت زي الغيرة والحسد والحقد. الدايت ده على فكرة اللي انا بقولك عليه اهم بكتير من دايت الاكل والشرب. قولي ليه؟ لأن لو همك الأول إنك تتخلص من شوية دهون وتنظف جسمك من السموم، فالأولى والأهم إن يكون عندك أولوية للتخلص من الطاقة السلبية وتنظف روحك وحياتك من الناس النيجاتيف اللي بتأخر مش بتقدم. صدقني لما هتتعود على الدايت النفسي ده هتمحي التوتر من حياتك وهتعيش حياة صحية أكتر. علشان كده لو سمحت انتبه للحاجات والأفكار والأشخاص اللي بتدخل روحك وعقلك وقلبك، لأن الدايت أكتر بكتير من مجرد أكل. الدايت أسلوب حياة صحي على المستوى الروحي والنفسي، وتجسيد حي لمقولة اعتزل ما يؤذيك.